بعد خسارتها الثانية. لذلك الصراع سيكون أعتقد على الصدارة بين غينيا والمغرب، وغانا كذلك معنية أيضا بحساباتها التأهل إلى الدور النصف النهائي، وهي التي حققت 3 نقاط في المباراة الأولى أمام منتخب الكونغو. إذا ضربة البداية في هذه اللحظات، واضح بأن المنتخب المغربي اليوم سيكون ب4 مدافعين وليس ب3 مع ثنائية أيمن الوافي ومادي بوكامير. زكريا الواحدي سيكون ظهيرا أيمن، أيبوب العمراوي عادة يلعب على الجهة اليسرى سيكون كذلك حاضر في الطرف الأيسر أمير ريتشارد. عبد الصمد الزلزولي استلم هذه الكرة 1 على 1. عبد الصمد الزلزولي فيها مراوغة وفيها عرضية بعد ذلك المنتخب المالي في ثانية الجولة. انطلاقة من زكريا الواحدي، زكريا يلعب بعد ذلك الصباري العرضية. بحري استلم هذه الكرة، عندك بلال الخنوس. الزلزولي ممتاز، هذه الزلزولي العرضية، الجول مبكر للمنتخب المغربي. نعم، أسامة العزوزي يفتتح باب التسجيل للمنتخب المغربي بعد مجهود رائع لبلال الخنوس، مرة أساسي رسمي في تشكيلة عصام الشرعي. شوف المجهود الرائع لعبد الصمد الزلزولي، هي الكرة بهذا الشكل يرفع، رائعة رائعة رائعة، يرفع بشكل رائع. بعد ذلك أمير ريتشاردسون، هل لمسها أسامة العزوزي، لكن رائع ريتشاردسون. شوف ريتشاردسون بلمسة اللاعبين الكبار يضع في المرمى، لم يلمسها العزوزي. هذه الإعادة لم يلمسها، نعم لم يلمسها العزوزي، ويصنع هدف في هذه البطولة. مشاهدينا الكرام، ممتاز الزلزولي، ابعاد مهمة جدا في الموسم القادم مع نادي برشلونة. صعبة هذه الكرة، سيرة عن طريق اللاعب الصباري، يتقدم هنا، محاولة المرور، اللمسة جميلة. عالمي. الثنائية لعبت بسرعة، لكن في نهاية المطاف ليس هناك تسلل في اللقطة الماضية. في اعتقادي ليس هناك تسلل في اللقطة الماضية. سنرى التأكيد من الحكم الجابوني باتريس ميبيامي، وسننتظر التأكيد كذلك من الفار. هذه الإعادة مرة أخرى. يا سلام على التناغم، يا سلام على الانسجام، يا سلام على اللمسات، يا سلام على إبداعك يا الصباري. حطها في الشباك بطريقة مميزة، بطريقة اللاعبين الكبار. هكذا رفعها، هكذا سجل. تدخل ليتأكد من اللقطة الحكم في هذه اللحظات. نعم الحكم يقر بمشروعية الهدف. قلت لكم مشاهدي الكرام بأن الوضعية كانت سليمة بالنسبة للصباري الذي تفنن في التسجيل. لعبة ثنائية من أروع ما يكون، حقيقة هجمة تدرس حقيقة. هذه اللقطة التي توضح. زكريا يتقدم الآن، شوف السرعة في التحول إلى هجمة بين الخنوس يبحث عن الزلزولي، يحاول اللحاق بالكرة. بالفعل لاعب أمير ريتشاردسون دائما متواجد. زكريا مر للصباري، مراوغة ممتازة. يا سلام يا فنان، يا سلام يا فنان. هنا الصباري علو كعبك، وبالتالي ممكن وريد يفكر في أيوب مستقبلا. كرة في وسط الميدان، خاصة وأنه عندنا نقص في الجهة اليسرى. الكرة بينية ممتازة. الصباري العرضية وجول. لم أكن مخطئا عندما قلت بأن الصباري هو أفضل لاعب في المباراة حتى الآن. شوف كيف طلب الكرة وبعد ذلك مررها، لكن يانيس بقراوي هنا أخطأ المرمى، لم يؤطر بشكل جيد، وبالتالي عالت المرمى إلى خارج. يحاول للاعب الوحيدي. الصباري مر، الصباري تقدم، مر الكرة بعد ذلك 1-2. الصباري جول 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 جول. بلاي ستيشن من الإبداع، هذا فيه الكثير من الفنيات، هذا فيه الكثير من الدروس يا نعم. هكذا الذكاء، هكذا التحرك من الصباري. مايسترو يا الصباري، يوزع الهدايا والبقراوي في الموعد. هكذا لعبت، من هنا البداية، ومن هنا أصل الحكاية، ومن هنا انطلق الصباري ومرر الكرة لبقراوي. هكذا الصباري، شوف الانطلاقة وشوف الرفعة، شوف ارفع عينه، لعب 1-2، رجع لبقراوي، خذ عندك في الشباك يا دونالد. 3-0. المغرب لا يسجل فقط، ولكن PSV ايندهوفن ومسؤولي PSV ايندهوفن في الدوري الهولندي تلعب هذه الركنية ممتازة. تمرير فني، هدف مقابلة لا شيء. كرة أمامية، الزلزولي يحصل بشكل ممتاز. زلزولي أركو مينسا
يصعد لتنفيذ التماس، ماشية لبوا عرضية، حذر من التسديد، التسديدة لا زالت صعبة، والهدف الأول للمنتخب الغاني من تسجيل الهدف. وقع تأخر في إخراج الكرة، تركوا هنا يعني تقريبا مترين 3 أمتار للاعب المسدد. هذه الإعادة مجددا، حاول أمير ريتشاردسون تلمس اللاعب مادي بوكامير، ومن ثم جاءت المتابعة والتسديدة، هنا أعطت الهدف الأول. يرجع لأمير ريتشاردسون الوحيد تحت الضغط الآن، يقترب منه مادي بوكامير، رائع 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 رائع، لكن تأخر زكريا، الكرة تجاوزت الخط. حكم يقول لا، الكرة داخل الميدان، هنا التسديدة. أمامكم الإعادة، الكرة الماضية، أمامكم الإعادة، الكرة الماضية، والحكم ما هو قراره؟ الحكم منصة يسعد لتنفيذ. خطيرون جدا اللاعبون الغانيون في الكرات العالية، مرفوعة في القائمة الثانية الرأسية لخنوس، لمسات قصيرة والصافرة الجابونية توني شوط المباراة الأول. نتمنى أن خروج أمير ريتشاردسون لا يكون لنا. وصلت على الجهة اليسرى لعناصر المنتخب الغاني. أركو على لقبها، اللقب الأول الجابون، اللقب الثاني نيجيريا، انطلاقة مغربية. السيباري يتقدم، السيباري يمر، ممكن الرابع، والرابع جول. الزلزولي تابعها، الزلزولي أكملها بعد الأولى من السيباري، الزلزولي في الوضعية المناسبة. نعم، جاءت اللحظة التي يظهر فيها الزلزولي ثالث أو رابع الأهداف، والهدف الشخصي الثالث له في هذه البطولة. الزلزولي الذي كان حاسما في المباراة الأولى هو يظهر مرة أخرى. من هنا كانت الانطلاقة، ومن هنا سرعة السيباري ومرور السيباري ولمسة السيباري في طريقه للمرمى قبل أن يكمل بعد ذلك الزلزولي. التموضع صح، والتوقع صح، والانطلاقة صح من طرف اللاعب الزلزولي. بعد ذلك يا سلام يا الزلزولي، توقع الزلزولي، لذلك يركض الزلزولي على القائمة الأول ويتابع هذه الكرة بعد الأولى من السيباري. الزلزولي في الشباك، والهدف الرابع في البدايات لهذه الجولة الثانية. هكذا المنتخب المغربي يكرر سيناريو الجولة الأولى عندما سجل مبكرا، هو يفعل نفس الشيء في بداية شوط المباراة الثاني. نواما هو من سيسدد هذه الكرة. نواما يتقدم، نواما لحارس المرمى على في هذا التصدي الرائع. شوف الإعادة كان في اتجاه المرمى، كم كانت بالعروش الذي يبعد الكرة للركنية، تلعب هذه الركنية، لكن الدفاع يتدخل من جديد. لحظات الآن يضغط فيها عناصر المنتخب الغاني. الزلزولي هرب، الزلزولي انطلق، مرر الكرة بعد ذلك، والخامس ممكن الخامس الخامس. نعم، يانيس بقراوي وجه لوجه مع الحارس دونالد، لم يفوت هذه الفرصة، واضعا الكرة في الشباك. كما ترى يا الزلزولي، أنت من صنعت ليزور الشباك مرة أخرى. من هنا البداية، ومن هنا أصل الرواية، ومن هنا كانت الهربة والانطلاقة للزلزولي. عبر الزلزولي، مرر ليانيس بقراوي، يانيس شوف هنا التمريرة. الزلزولي خلى يانيس وجه لوجه مع حارس المرمى. يا سلام على اللمسة، كل شيء على لمسة عبد الصمد. الزلزولي هو اللي سهل المهمة ليانيس بقراوي ليضع الكرة في الشباك. بن طويل يتوج باللقب المغربي. أجواء عائلية ومميزة ورائعة جدا، وهذا ليس بغريب عن الجمهور المغربي. المنتخب الغاني، انسلال محاولة المرور، والكرة تخرج. افتكاك الكرة في المنتصف قبل وصولها لمنطقة الجزاء. مرفوع الكرة على بن عروش، على الحسن الحظ أنه تم إخراج الكرة إلى الركنية. تلعب هذه الركنية على القائم الأول. Hello everyone, welcome to Foot News. Before you proceed to the video, leave a like if you enjoyed and make sure to subscribe.
Mason Mount remains a big target for Erik ten Hag, and the club will go back to Chelsea with an improved offer after their initial £40 million was rejected. United are the frontrunner to sign Mount, who's out of contract with Chelsea in 2024. It's no secret that Manchester United are very keen on Mason Mount for next season. The Red Devils are looking to boost their midfield and front lines, and Mount is the perfect choice, having scored 33 goals and provided 37 assists in 195 appearances for Chelsea in his time there. Daily Mail reports that after United's initial bid of £40 million was rejected on Wednesday, Erik ten Hag's side will go back with an improved offer, somewhere in the region of £50 million. Though this is indeed an improved offer, it still falls short of Chelsea's valuation of at least £70 million. Liverpool was also initially in the race to sign the English international, but have dropped out, leaving United as the frontrunners for Chelsea's star. Mount joined the Blues Academy in 2015 and has worked his way up the ranks before making his first team debut in 2019. He won the Champions League with the club in 2021, scoring against both Porto and Real Madrid and teeing up teammate Kai Havertz, who scored the winner against Man City in the final. This year he has been hampered by injuries, missing 12 PL games in the season when his team finished in the bottom half of the table for the first time since 1996. Don't forget to subscribe. See you in the next video. Thank you for watching.